يا رب، يا رب يوافق. ربنا يستر يا عبدو، يا عبدو. اقعد ايه؟ بص يا حبيبي، إيه، انا خلصت الاكل اهو. تمام، يلا عشان نتغدى. قبل ما نتغدى بقى، طبق البانيه ده اهو، انا نقصت حتتين، هغرف معاهم طبق رز، شويه سلطه، ونزلهم لابوك علشان خاطري. او ممكن ان احنا نحط على الصينيه الكبيره وننزل ناكل عنده كلنا مع بعضينا كده نتلم. واحنا مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ كل يوم نفس الموال، كل يوم. انا لسه بقول والله ربنا يستر وما يزعقش. يا عبدو بالله عليك ما تخوفنيش منك، ما تخوفنيش ان انا قبل ما اكون عايزه اقول لك على حاجه تزعق. اسمع مني علشان خاطري، ما ينفعش، لازم تراعي ابوك. عاجبك منظره وهو تحت؟ ده الناس في الشارع اللي رايح واللي جاي بيحاول يشوفوا عايز ايه وبيخدموا، عشان عارفين ان ابنه في نفس البيت اصلا وما بينزلش يبص عليه. حرام عليك. طب سيبنا من دي خالص، ممكن تسمعني بهدوء وتديني الامان ان انا اتكلم معاك؟ كلمني. طيب، بعد الشر عليك، لو حصل لك حاجة ولا قابلت ربنا، هتقابل ربنا ازاي؟ عادي، ممكن وارد ان وانا واقفة معاك دلوقتي يجرالي حاجة، وانت كمان نفس الكلام. ايوه. هتروح تقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا انا ما كنتش بود ابويا ولا ببص عليه وهو في نفس البيت معايا، وعشان بتقرف منه وبتقرف من الحمام اللي هو بيعمله ومن الريحة بتاعته والكلام ده كله. في الاول في الاخر هو ابوك. انت رامي الحمل كله على اخواتك البنات ان هم بيجوا يخدموه، وانت في نفس البيت حتى ما بيصعبش عليك وانت رايح الشغل وبينادى عليك علشان ان انت تكلمه، ويقعد ينادى عليك وانت بتردش عليه. مبقاش فاضي، رايح شغلي، هتأخر، ولما اتأخر هيتخصم لي. ده رضا الوالدين اهم من اي حاجه، واهم من كنوز الدنيا وشغل، واهم من مصالحك كلها. عشان خاطري هو الكلام اللي ما بياكلش عيش. انت حتى اصلا ما بترضاش تخليني انزل اخدمه، وفي نفس الوقت برضو انا هتحرج ان انا اغير لابوك هدومه وكده، انما انزل اخدمه واحط له اكل وكده ماشي عينيا، انما اغير انت له ما ينفعش. تنزلي ليه؟ تنزلي ليه؟ ما اخواتي بيجوا خلاص. انت مالك باخواتك؟ امال انت فين؟ انت راجل، انت سنده، انت ظهره. اه. يعني يوم القبض معلش بتبقى كويس ان انت تاخد ابوك وتروح تقبض والكلام ده كله عشان تاخد منه الفلوس. مش بعطل نفسي في اليوم ده واروح معاه واقف في الطابور بالساعتين والتلاتة. بتعطل نفسك علشان هو بيديك راتب في الشهر عشان نفسك، انما انت لو ما بتاخدش حاجه من القبض بتاعه عادي مش هيفرق معاك. ممكن لو سمحت اه. تبطل اللي انت بتعمله؟ لو ما بطلتوش ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا حاجه، هنبقى زي ما احنا عادي، بس ربنا يغضب عليك. ربنا يغضب عليا؟ اه، مش هعرفك يعني. ومش هيبارك لك لا في شغل ولا في عيشه ولا في حياه، ولا هيوفقك في اي حاجه اصلا. هذا الكلام اللي بناخده منك في الاخر. تمام. ووجع الدماغ. صلى على انجزي النبي، صلى يلا. على النبي، صلى على النبي. عليه الصلاة انت ما والسلام. كنتش وحش، ما كنتش وحش، والله العظيم. صدقني، صدقني. شوف كده لما تنزل تخدم ابوك وتشوف طلباته وتشوفه عايز ايه وترد. اخدم مين انت؟ ايه هبت منك؟ ده اخرتها. اخرتها مش اخرتها الحوار ده سك عليه. ماشي. طب يا زين، يا زين، يا زين، لحظة، تعال يا زين. لحظة واحدة. تعال يا حبيبي، انت عندك ولد اه. هيعمل فيك اللي انت بتعمله في ابوك. بلاش بقى الاسطوانة الحمضانة اللي انتوا حافظينها كده تقولوا كما تدين تدين. بلاش الاسطوانة الحمضانة دي. لا مش اسطوانة، صدقني، والله العظيم ما اسطوانة. زين، هو انت موافق على اللي بابا بيعمله في جده؟ لا. مش انت زعلان؟ طب روح العب بره وانا اجيلك تاني. صدقني والله العظيم ابنك هيعمل فيك زي ما انت بتعمل في ابوك بالظبط. انت مش هتخسر حاجة. انت هتخسر ايه لو انت نازل رايح الشغل تحود عليه كده تبوس ايده تراضيه؟ محتاج حاجة يابا؟ اعمل لك حاجة يابا؟ ابوك كبرك وشالك على كتافه من وانت صغير، وما حرمكش من حاجة، وكبرك وخليك راجل ماله هدومك. دلوقتي ترميه كده؟ ما انت شايف المنظر عامل ازاي؟ ابوك راجل كبير، عادي، ايه المشكلة؟ ضرك انت بقى ان انت تخدمه، هو محتاجك.
هو كبر في السن ومحتاجك ان انت تشيله. حاضر. عبده ما تزهقش عشان خاطري، صلي على النبي كده، انت قلبك ابيض وانت احن من كده، تخلينيش بجد ابص لك بنظره وحشه. خلاص فين العجله تنزل؟ طب يا سيدي، هحط بقى الباقي دهوت على بعضه واغرف كمان طبقين رز وننزل ناكل كلنا مع بعض تحت، ماشي؟ ماشي. انا قاعد بره. طب خد الصينيه دي اطلع بيها، هجيب الباقي. استنى بس كده اغرف شويه رز كمان على دول. استبارك وصلي على النبي، ما تزهقش، صلي على النبي عشان ربنا يبارك لك. ما يزهقش. اصل السلام. ربنا يهديك، والله ربنا يهديك، انا ما عارفه اقول لك ايه.